كي قلت لكم ديك النهار باللي هذا التربص هو اكثر تربص راح يدير في بيتكوفيتش تغييرات ما امنتونيش، بصح كيما يقولوا مجبر اخاك لا بطل، والاصابات هي اللي راح تخليه يدير هذا الشيء، ماشي المرونه التكتيكيه وحب التغيير. والمشكل فوق الاصابات كامل اللي كاينين زدت بليسه اليوم رفيق بالغالي. تقول لي بصح ماشي كان بليسي وقتاش لعب وقتاش زدت بليسه. المشكل اليوم في المباراه الاولى ديالو بعد ما رجع من لا بليسير اللي داها مع ليكيب ناسيونال في لاكوب دافريك، راه زادت بليسه لعب 20 دقيقه وطاح في الصطاد وما قدرش يكمل كونتر بارما، وهذه اسوء حاجه تقدر تصرى جوار كان بليسي. وهذاك وين رجع باسكو بالمعنى الحرفي السيد رجع لنقطه الصفر، الشيء اللي يعني انه راح يزيد يدخل في مرحله علاج جديده. وكما نعرفوا كامل اصعب حاجه تقدر تخلي جوار كان في نسق تصاعدي ويجلب في اهتمام الانديه الكبيره ينتكس هي الاصابات. ان شاء الله تكون هذه الاصابه خفيفه عليه ويرجع في اقرب وقت ممكن، خاصه في ظل قله الخيارات على الجهه اليمنى. عندك غير دورفال في هذيك الجهه، عطال راح بوحده طويله وراح يضيع لاكوب دي موند، ديجا هو من سنوات راه ميت، تخاف برك يجيب لك قيطون في بلاصتو. المهم فيها خير ان شاء الله. اذا حابين ندير لكم ابرز لاعبين اللي راح يغيبوا والبدلاء ديالهم قولوا لي في الكومنتير. سلام.